السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد. النهارده بقى روتين اول يوم كده في المدرسة. بجد انا مش مصدقة اليوم دوت. انا عايزة اوثق كل حاجة فيه لحظة بلحظة. طبعا دي سجدة اول مرة تخش مدرسة، فحاجة يعني جديدة عليها وعليا انا كمان. فعايزة كده افرح كده بكل لحظة كده معاها، وهشارك كل لحظة معاكم ان شاء الله. وكمان برضو عايزة كده الفيديو يبقى ذكرى ليا كده. بعدين يعني بالذات الفيديو دوت. طبعا كل الفيديوهات ذكرى يعني ليا، بس بالذات الفيديو دوت عايزة كده افتكره يعني كده كل فترة كده افتحه كده واتفرج عليه واشوف كده من اوله لاخره، بجد زي ليلة العيد كده بالظبط. ساجدة نايمة فرحانة قوي قوي النهارده بقى اول يوم في المدرسة وكده فرحانة. وانا بصراحه انا كمان فرحانه وما نمتش والله من كتر الفرح والقلق، وان خايفه تروح عليا نومه وكده، فما نمتش طول الليل. المهم بقى كده هشارك معاكم انا اول حاجه كده كان قبلها بيوم بالليل رحت جبت لها بقى رحت الفرن جبت فينو، وجبت لها كمان جبنه ولانشون وجبنه اللي هي المثلثات الطعمه، وكمان جبت لها زبادي وجبت لها عصير. بصوا بقى هي ساجده مش بتاكل الا الجبنه واللانشون، مش بتاكل حاجه غيرهم، فعشان كده انا بس يعني جبت بس الجبنه واللانشون، ما جبتش حلاوه ولا جبنه رومي والحاجات دي لان ساجده مش بتاكلهم. فمش بتحبهم، يعني هي اكلها قليل جدا وبتاكل حاجات معينه جدا. اللي يعرفها كويس قوي عارف يعني هي بتاكل حاجات قليله جدا وما بتاكلش اي حاجه. وطبعا جبت لها عصير، قلت تاخد معاها علبه كده، وكمان جبت لها لا 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 الزبادي، عشان يعني تاكل واحده كده قبل ما تمشي. تمام. هخش بقى كده اجهز برضو الكلام ده كان بالليل. هجهز لها بقى اللبس بتاعها كده. هم أنا زي ما انا وريتكم قبل كده انا جايبه لها طقمين، السلوبيتا دي وفي سلوبيتا تانية كده جيبه. فانا هلبسها النهارده بقى اللي هي السلوبيتا ديت. فهجهزها كده واحطها كده على السرير، تفرح بيهم كده. كانت فرحانه قوي، هي واقفه جنبي واقفه ورا الكاميرا وفرحانه قوي قوي وعماله تتنطط كده وعماله تبص في الحاجه وماسكه الشنطه وعماله تبص فيها. وكمان جهزت لها كده التبك كده والشراب، وكمان الكوتشي ده انا نسيت اوريهولكم في المشتريات بتاعه المدرسه. نسيت اوريها لكم خالص. كنت عيناه، كنت جايباه وعيناه فنسيته. فدلوقتي بوريهولكم اهو. بصوا كده على شكل في كده رسمه ميكي كده من على الجنب، وهو لونه اسود وشكله حلو برضه. انا ما جبتهاش قبل كده كوتشيات سودا. عطول يعني تلبس كوتشيات بيضة باليرينا كده، لكن اول مره تلبس كوتشي اسود. قلت يعني يبقى حلو كده ولايق برضه على لبس المدرسه وكده. تمام بقى. وهجهز برضو الشنطه واجيب المقلمه بتاعتها، واختارت قلم. قالت لي اختار القلم دوت، وكمان حاطط لها الاستيكه والبرايه، وحط لها بقى كل حاجه هي هتعوزها. بصوا بقى انا هحط لها انا هحط لها كراسه 9 اسطر، وكراسه مربعات، وكراسه كمان انجليزي. ده اكيد دول اللي هيعوزوهم يعني اليومين دول او النهارده يعني بالاخص. وبعد كده بقى اشوف الطلبات اللي هم هيطلبوها وابدا اجيبها لهم. يعني هم اكيد برضو هيطلبوا طلبات وكده، فهشوف ايه الحاجه اللي هم هيطلبوها واجيبها لهم. بس الاساس الثلاث كراريس دول اللي هي بتاخد فيهم يعني 9 اسطر والمربعات والانجليزي. هبدا بقى اكتب عليهم كده اساميها، عشان يعني لما اطلع الكراسه ولا حاجه ما تتلخبطش مع حد. اكيد برضو في عيال برضو جايبه نفس الرسمه كده، نفس شكل الكراسه، فعشان ما تتلخبطش وتبقى عارفه يعني حاجتها وكده. وكتبت كده على كل كراسه الماده بتاعتها واسم المدرسه وكده. تمام. انا كده جهزت لها كده حاجتها خلاص. الكلام ده كان بالليل. فهبدا بقى اجهز لها الكراسه، احطها لها في الشنطه، والمقلمه والاستيكه كده والبرايه. وهعين اللبس برضو على جنب كده، احطه على السرير الصغير. انا بس حاطه هنا عشان بوريهولكم. هشيله بقى احطه على السرير الصغير كده. يعني يبات كده، تبقى رايحه جايه تبص عليه كده. وكانت فرحانه بيه قوي، يعني انا عماله ابص عليها واضحك على منظرها ان هي رايحه جايه كده فرحانه قوي قوي. يعني اول مره اشوفها فرحانه كده زي فرحه العيد كده بالظبط، واللبس الجديد، فرحت باللبس الجديد والكلام ده كله. بس كده انا كده الحاجات بتاعتها هي جهزت. طبعا زي ما انتوا عارفين هي KG 2، يعني مش بتحتاج حاجات كتير ولا ادوات كتير او مستلزمات يعني كتير للمدرسه، فهي الحاجات دي اللي بتحتاجها. تمام كده. مستغربوش بس من صوتي عشان انا عندي برد، فصوتي تحس ان هو متغير شويه يعني. تمام كده. بصوا بقى انا كده خلاص بقى. الكلام ده كان بالليل. دخلنا بقى كده صحينا الصبح. كنت ظابطه المنبه بقى على الساعه 7. قمت بقى اول حاجه كده عملتها السندوتشات. قومتها الاول، دخلتها الحمام وغسلت لها وشها وغسلت سنانها والكلام ده كله. وبعدين هي قاعده بقى ودخلت اعملها السندوتشات. انا بعمل لها رغيفين سنه، ما بتاكلش اكتر من 2. يعني هي ساعات بتجيب لي منهم اساسا، يعني ساعات بتجيلي بنص كده ولا حاجه. مش
مش بتاكلهم كلهم، فانا بعمل لها 2 بس كده. ولما بتيجي يعني ايه مجرد ان هي بتتصبر كده باي حاجه، ولما تيجي باكمل لها يعني اكلها فطارها وكده. بصوا طبعا اساسي كوبايه اللبن الصبح، بس انا ما عملتلهاش لان هي خدت البرد تعادت مني. فطبعا اللبن بيقلب البرد اكتر وبيزود اللبن، بيزود سور البرد. فما جبتلهاش ما صبتلهاش يعني لبن ولا حاجه. قلت كفايه كوبايه الزبادي بس كده تفطر بيها الصبح وتروح تكمل فطارها هناك في الحضانه هناك يعني وكده، بالسندوتشات وباكل عصير يعني وكده. والزبادي تاكلها هنا من قبل ما تمشي. بس كده زي ما وريتكم كده، عملت لها 2 جبنه و2 لانشون. وحطيت لها كده مثلث كده، هي بتحب تاكل الجبنه المثلثات، بتحب تاكلها حاف، ما بتحبش تاكلها في السندوتشات. فبتاكلها حاف، فحطيت لها كده مثلث جبنه. وطبعا ما بتاكلش فاكهه، بس الاحسن طبعا تحطي فاكهه، اي فاكهه موجوده عندك، تفاح، جوافه. وتحطي برضو خضار، تحطي خيار. اللي موجود عندك حطيه، بس عشان انا عارفه بنتي وعارفه ساجده يعني بتاكل ايه وكده، فبحط لها الحاجات اللي هي اللي بتاكلها بس كده. وحطيت لها كمان اللانش بوكس والعصير والازازه الزمزميه وكل حاجه حطيتها لها في الشنطه كده. وخلاص جهزت ودخلت بقى لبستها وسرحتها. بصوا بقى القمر، بصوا كانت فرحانه قوي يعني، انا مكنتش متخيله ان هي تفرح قوي كده بجد يعني. ربنا يفرحها دايما كده ويسعد قلبها، ودايما كده اشوفها كده من المتفوقين. تمام كده. بصوا بقى لبستها كده خلاص السلوبيتا ديت، يعني بصوا جايه على قدها بالظبط بالملي. وكمان بقى لبستها الكوتشي كده وسرحتها كده، عملت لها تسريحه قرنين كده من هنا ومن هنا. بس كده بقى خلاص كده ماشيين بقى على المدرسه. ده بقى كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. بقى استنوا فيديو جديد، مع السلامه.